أنا زعلان منهم، زعلان منهم حقيقي، لأن يعني كل الثورات التي نقوم بها يعقوبها إحباط، يعقوبها إحباط، والشباب يعني بينكمش. أنا مش عاوزه ينكمش، دي مصر قام بثورة، هو مش شغال ثورجي يقوم بثورة ويسيبها تتعامل دولة عواجيز. لا لا لا، هو لازم يشارك ويتحرك. أنا سينا بالنسبة لي يعني حلم، وأنا بروح ليها كل أسبوع وبزرع ارض في سيناء، واخده بال حضرتك ازاي؟ واعتب كل العتب على الحكومات المتعاقبه انها لم تنمي سيناء بالوجه الكافي. سيناء ارض يعني هذا الاقليم يكفي مصر ان يعيشوا في رغد ولا يحتاجوا لاي معونه من اي جهه. يعني ارض الفيروز ومليئه حقيقي هي ارض الفيروز وانظار يعني الطامعين فيها يعني عندهم حق يطمعوا. نعم، دي ارض جميله ومريحه وارض الانبياء. يعني انا لا اعتقد ان الشباب الثوري متخاذل او لديه احباط او شعور بالاحباط، وان كان هذا الشعور لم تكن ثورة 30 يونيو أنا مش عايزه ينام بقى ويستنى ثورات. لا، شباب مصر بخير إن شاء الله وشعب مصر بخير. بشكر سيادة اللواء عبد الرؤوف كمال عطية الخبير الأمني، بشكر دكتور إبراهيم أبو طالب الناشط السياسي، شكرا جزيلا على وجودكم في الاستوديو معنا. بشكر أيضا مشاهدينا، وإن شاء الله إحنا هنقدر إن إحنا نحارب ونواجه هذا التنظيم الدولي